ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين. صراحة جو البر من الأجواء الممتعة بعيد عن ضوضاء المدينة. ولكن ما شاء الله اليوم الطلعة والقعدة بالخيمة صراحة وشبة النار وصراحة عندهم هنا والقعدة مع الشباب وسوالف زي ما يقولون، والله شيء طيب جزاهم الله خير. وأنا أشجع الشباب بالعطلة وغير العطلة على طلعة البر. هذا الرحيم الذي كدت تنساه في نوبة للأسى ما نساه، فجأة يعينك يشفي أنينك ينجي سفينك ويمحو أساك. جو البر جو جميل، لعب الطايرة، شبة النار، نظام القهوة العربية والقعدة بالخيمة، جو صراحة جميل ما حسيته من قبل صراحة. للأمانة ما كنا متوقعين يعني المخيم، الواحد كان يتخيل المخيم شو الناس تكون بالمخيم بالشتاء، الناس كلها قاعدة في بيوتها وقاعدة تحت الدفا وشيء ويطلعون بر. الواحد ما كان متوقع شو البر يعني. اليوم سبحان الله لما جينا وشفنا البر لقينا دنيا تاني غير. الوالدة طبعا كالعادة يعني علقتش طالعت بر بهالبرد والبيت أدفى وناسة أكثر، بس إنه الحمد لله مشيت ويا الوالد وطلعت القعدة وناسة وفي الطائرة هني وبقيات وكرة قدم والشباب والجمعة والشبة حقت النار والشوي، إنه يعني الطلعة رائعة يعني حلوة. الناس اللي تدور التواصل الاجتماعي ويا بعضها. كفاك الذي من دعاه أجاب ونادى العباد اسألوني أجيب. الله مولانا الله ولينا الله. استانست كثير، كان في كرة طائرة وكرة قدم وبلياردو وبينج بونج وبقي. والطلعة اللهم بارك يعني مع إخوة شباب يعني محترمين، وفضل الله جينا اليوم البر. يعني صراحة الواحد كان يسمع عن البر، بس لما جينا وشفنا جمال البر فصراحة فعلا افتقدنا حياة كثيرة ما كناش عارفينها من الأول. اليوم جيت البر مع الوالد ولقيت البر جميل وناسة وفي كورة والجلعت طايرة والتنس وكرة قدم وبقي، واتغدينا والغدا كان جميل مجبوس وكبسة. أنست جدا يعني من اللي أنا شفته في المخيم، وإن شاء الله يعني الطلعات دي هتتكرر بإذن الله، لأني يعني ما كنتش أشوف الحياة دي قبل كده. فيعني النظرة كانت كويسة والفكرة كانت كويسة بطلعة المخيم، وإن شاء الله بتتكرر. كانت طلعة فيها رياضة وفيها سمر وكان فيها نشاط، الحمد لله يعني كان يوم موفق، ونتمنى يتكرر في الأجواء الرائعة ديت داخل الكويت الحبيبة، والأمور حلوة هنا جميلة ما شاء الله. الله يوفقهم جميعا ويوفق الأخوة والشباب ويجمعنا دايما على الخير وعلى السعادة وعلى التوافق إن شاء الله والحمد لله. صراحة حاجات جميلة جدا تجمع، وأجملها شوف الإخوة في الله، والله يعني متعة إنك تلتقي بإخوانك في الله، وفضلا عن الألعاب، فضلا عن الجلوس، فضلا عن الضيافة. يعني بصراحة حاجات كثيرة جدا، والواحد لما يمر أسبوع من غير ما يحضر البر بيحس إنه في حاجة ناقصة يعني. وإن شاء الله يعني نطلبهم إنهم الطلعات دي تبقى كتير يعني دايما، كل حتى كده حتى لو أسبوعين ثلاثة نطلع معاهم مرة نستانس يعني نلعب طايرة ونشوف البر ونشوف الأجواء هذه الحلوة. نصيحة اللي ما يعرفش أحيانا البر يعني بدعوه إنه يطلع الطلعات دي، لأن فعلا بتغير الجو وبتخش في النفسية، وجزاهم الله عنا كل خير الأخوة. اليوم بسم الله ما شاء الله اليوم كان جميل، جزاهم الله كل خير وبارك الله في الجميع، واشكركم جميعا وبارك الله فيكم. طلعة جميلة، ثبت يعني من داخلي أثر جميل يعني صراحة، تبي نفس أطلع كده كل فترة وفترة، وإن شاء الله بتتكرر. وأحب أشكر القائمين على المخيم، يعني أحب أشكر الوالد خصوصا إنه دعاني للطلعة يعني. الله يكفينا الله مولانا الله ولينا الله سبحانه الله يكفينا. ممتازة طيبة جدا. شو رايك بالأجواء أبو حمد؟ أجواء جميلة أصلا جدا. كيف أبو حمد الأجواء هذه؟ قف بالرجاء قبل فجر الوجود واسأله عند انهمار السجود. واروي انشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك هفيف النسيم، واعلم بأن الليالي سجال وأن مع العسر خير عظيم. واروي انشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك خفيف النسيم، واعلم بأن الليالي سجال وأن مع العسر خير عظيم.